حضرتك، هو احنا اتولدنا في نفس المستشفى ولا ايه؟ ده انت شبه قوي. مش عارف، بس لو الطياره دي وقعت احتمال كبير هيجيبوك انت تمثلني في الفيلم اللي هيعملوه عني. طيب يمكن اكون انا النسخه اللي جايه من المستقبل وجاي اقول لك تربط الحزام. ايه ده؟ طب ما تجيبليش رقم لوتري، وصفه محشي، اي حاجه مفيده يا عم النسخه. اعمل لك ايه؟ ما هو الزمن كان زحمه. يا جماعه موضوعنا النهارده مش النسخه اللي جنبي ولا ليه صوته عالي وهو بيتنفس، الموضوع ازاي طياره اصلا ممكن تختفي. ايه رايكم؟ تعالوا نعرف الحقيقه من حسن فاروق، قناه رساله ضمير. يلا بينا. بص يا صديقي، الطياره دي حاجه كبيره جدا، لو دخلت شارع في الهرم هتسده، ومع ذلك الناس زمان قدروا يخلوها مش باينه. ازاي؟ هقول لك، الانجليز والالمان كانوا بيلعبوا لعبه، هو مين شايف الطياره، فاستخدموا حاجه اسمها دازل كاموفلاج، مش تمويه طبيعي، تمويه يخليك تحس ان الطياره جايه تسالك على درس خصوصي. الطيار يدخل على العدو والعدو يبص يقول ده ايه ده طياره ولا مجسم في مدرسه رسم؟ حد يفهمني الطياره دي ماشيه ولا بتشاور؟ تعال بقى نروح لمرحله اللعب بالموجات. الطيارات الشبحيه دي مش بتختفي، دي بتعمل نفسها مش موجوده. ازاي؟ بتكسر موجات الرادار وترجعها في اتجاه غلط، زي مدرس الرياضيات لما تساله سؤال فيبص لك ويقول راجع من اول وجديد. في طيارات بتختفي من غير علم ولا تمويه ولا رادار، بس اللي بيخفيها هو الطقس. يا جماعه السحابه دي لو دخلت فيها طياره تبقى زي اللي دخل اوضه بخار، عارف انه موجود بس مش شايف حاجه، وده حصل كتير. طيارات تدخل جوه سحابه ضخمه وتختفي عن كل الاجهزه البصريه. في قصص تاريخيه غامضه جدا عن طيارات اختفت، مش بقرار بس بخطأ. طياره تدخل جوه العاصفه تختفي، الاشارات تضيع والعالم كله يقعد يتساءل هي فين راحت، فين جت منين اصلا، زي ما يكون في حد بيسأل عن ريموت التلفزيون. طيب يا حسن، انت بتقول الطياره بتختفي طيب ما احنا نختفي معاها ونزوغ من شغل بكره؟ ده لو اختفينا المرتب هيختفي معانا. وعلشان كده العلم مهم، عشان تفهم ايه اللي يختفي وايه اللي لو اختفى هتدفع ثمنه. فالخلاصه يا صاحبي، الطيارات بتختفي مش عشان عندها خاصيه سوبر باور ولا عشان المطارات عندها زرار اخفاء. الاختفاء الحقيقي تمويف، رادار، سحب، اخطاء بشريه، وحكايات كتير من بشر فضلوا يدوروا. في ناس بتطير بس كان المفروض قبل ما يطيروا يعملوا لي لايك وشير. على العموم هسيب الموضوع ده عليكم واشوفكم على خير.